اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن الانيميشن. هنبدا بقى نبتدي نانيميت. زي ما قلت لكم الانيميشن هنعمل حاجات كتير، مش هنعمل حاجه واحده. قصدي كانواع انيميشن مختلفه، وهنربط السينز كلها ببعض في الاخر، بس هيبقوا كانهم جايين من انيميشنز مختلفه عشان بس نتعرف على انواع كتيره من الطرق المختلفه اللي انا ممكن انيميت بيها منتج بسيط زي كده. حاجه بسيطه جدا عملناها، بس عايز ان انا نظبط الشكل بتاعنا. لازم نخلي بالنا لو احنا عندنا شرينك راب او حاجه، ان الشرينك راب لازق صح، مهم جدا. واحيانا اصلا يعني هوريكم دلوقتي الشرينك راب بيبقى حتى لو مش قريب قوي، عايزينه مثلا بعيد في لقطه معينه عشان مش ظابط على الازازه، بنقفل الشادو بتاع اي ستيكر. بس حبيت اقول لكم في الاول نيجي هنا في الريفيزبيلتي نقفل الشادو، بس ده مش موضوعنا النهارده. الموضوع ان احنا نبتدي نشوف احنا ممكن نانيميت ازاي. واول حاجه لازم نعملها الكاميرا. الكاميرا هي اهم حاجه، عشان الكاميرا هي اللي تحدد لي النور بتاعي هيبقى جاي منين. فانا دلوقتي عندي كاميرا، قول ان الكاميرا بتاعتي هتبقى كده. الكاميرا بتاعتي هتبقى 1920 في 1080 او 1600 في 900، حسب انتوا يعني ايه ممكن ترندر بانهي قدر يعني. الكاميرا بتاعتي برضه انا هخليها تبقى مظبوطه، انا مش عايز ان يبقى فيه زي قلبه كده او كده، لا انا عايز تبقى مظبوطه فزيرو. فانا عايز تبقى واقفه كده، وهجيب بقى الشكل بتاعي عايز ابتدي احركه بحريه اكتر. فانا بعمل ايه بقى؟ انا هحرك كل دول دلوقتي، مش محتاج ده. انا كل اللي انا محتاجه ان انا امسك كل دول كده، اتاكد ان انا مش ماسك حاجه تانية، وامسك الشكل الاساسي اللي هو ده، كنترول بي وبيرنت الاوبجكت. بس قبل ما اعمل كده لازم اتاكد ان مفيش حاجه بيرنتد لحاجه، فالت بي كلير اند كيب ترانسفورميشن، وبعد كده بيرنت للاوبجكت ده عشان لما ده يتحرك كله يتحرك معاه. احرك الاوبجكت بتاعي، هقربه للكاميرا شويه زي ما دايما بنعمل. انا عندي هنا المخرج وهنا الحاجات اللي ايه اللي انا اقدر احركها بسهوله. فانا هجيب الشكل بتاعي هيبقى هنا، وهنبدا بقى نانيميت. حتى لو انا مش هستخدم ده كباك جراوند، بس مهم ان انا دايما يبقى عندي بلين. هوريكم ليه دلوقتي. الشكل بتاعي في الاول خالص انا لسه مش عايز اظهره، يعني في الفيديو ده هنبتدي نشوف ازاي ممكن ما بينش للي بيتفرج ان الانيميشن يعني ايه. الانيميشن بيتكلم عن ايه. لسه في الاول بيبقى فيه شويه تشويق يعني. فانا هلف الشكل بتاعي كده بحيث ان انا ما اوريهوش كله، انا عايز اوري حته صغيره منه. وبرضه عشان ما يضايقناش الكاميرا بنفتح الكاميرا كده، ونيجي هنا على الكاميرا اوبجكت نفسه، الكاميرا الايكون، وندور على فيو بوينت ديسبلاي ونخلي باسبورتو واحد عشان بس ما نتضايقش. بقى عندنا دي اللقطه بتاعتنا. في عوامل كتيرة بتحدد انا ليه اللقطة بتاعتي ممكن تبقى كده. عامل رقم واحد ان انا مش عايز ابين الاوبجكت كله. عامل رقم اتنين ان انا هستخدم لايت خفيف عشان ابين الاوتلاين بتاع الاوبجكت. عامل رقم ثلاثة هو الكاميرا نفسها، وهعمل ايه في الكاميرا. ممكن كمخرج تقرر ان الكاميرا بتاعتك الفوكال لينث بتاعها 120، برسبكتيف قليل. ممكن تقرر ان لا انا هعمل الكاميرا بتاعتي مثلا 50 واشوف شكلها عامل ازاي. تعالوا نجرب الاثنين ونشوف ايه اللي احسن. انا هبدأ مثلا بكاميرا 90، حاجة زي كده. وما ان انا مش عايز اوري الاوبجكت بتاعي تماما، فانا هعمل ايه؟ باك لايت الاول. انا عارف ان احنا دايما بنبدا بكي لايت، بس دلوقتي احنا هنبدا بايه؟ بباك لايت. هعمل باك لايت. بص اهو، بصوا الكاميرا بص ازاي، خليه بالظبط قدام ايه الكاميرا. ونيجي نفتح، لسه مش هتشوف حاجه، لازم اكبر الباك لايت شويه كده. وطبعا لازم بان انا رابط الكاميرا دي بامتي، لازم اطلع الامتي ده قدام شويه كده، يبقى حاجه زي كده. بنلاحظ ان انا شايف على خفيف عشان الشكل بتاعي ترانسبيرنت، شايف على خفيف الشكل بتاعي عباره عن ايه. بس عندي لايت قوي جاي من الناحيه دي اللي هي ايه؟ الاوتلاين. هكتر الاوتلاين شويه، يبقى حاجه زي كده. وانا لسه مش عايز الناس تعرف هو ايه، فانا ممكن اروتيت التكست عشان انا لسه مش عايزهم يشوفوا التكست ده عباره عن ايه. فاهمين قصدي؟ هنيجي هنا للكاميرا نفسها ونربطها زي ما احنا كنا عاملين بامتي رقم واحد. عشان نظبط الامتي بشكل كويس، برضه حاجه ممكن نعملها، نيجي هنا واحنا في سوليد مود ديبث اوف فيلد، وهتلاقي الديبث اوف فيلد بتاعي اشتغل هنا حتى. فانا لو جيت مثلا هنا خليت ده 0.1، هتلاقي ان اللي ورا بقى blurred. بصوا، او يتشال حسب ما انا عايز. فهخليه 0.9 دلوقتي، وهقرب الكاميرا قدام شويه، يبقى مثلا حاجه زي كده. احرك الاوبجكت تاني قدام شويه عشان اخليه
اقرب شويه للشكل بتاعي. حاجه هنا هلاحظ ان الاوتلاين بتاعي باين على حرف الشكل. الاوتلاين ده بنستخدمه كتير من خلال الباك لايت، ان احنا لسه بنقول للناس الشكل يعني ايه، مش هنبينه تماما. فدي حركه بنعملها كتير، وممكن نستخدمها بكذا طريقه. يعني انا ممكن ان انا اخلي ان اللايت يبدا من صفر لحد واحد. يعني دي اول حاجه ممكن نعملها انيميشن. بس قبل ما نعمل انيميشن عايزين نظبط النور على قد ما نقدر. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي حل. انا ممكن اخلي ان السايز بتاع اللاب بتاعي مثلا حاجه زي كده. فبصوا النور عامل ازاي. ده اختيار، ممكن انت كمخرج تختار ان دي حاجه انت عايز تعملها، عشان ده المشهد بتاعك. انا عايز كل واحد يطلع المشهد بتاعه هو يعني. ممكن تقرر ان انا اخلي السايز اكبر شويه عشان انا شايف ان كده شكلها الطف يعني. دي حاجه ترجع لكم. ممكن حد يقرر انا عايز اخلي السبريد اقل، فالتركيز يبقى اكتر في حته معينه، فده معناه ان انا محتاج اقلل الباور شويه، يبقى مثلا حاجه زي كده. كلها حاجات ممكن نعملها. فدلوقتي لما اجي ابص على النور ده انا ممكن اعمل فيه ايه؟ ممكن ان انا احرك النور، اخليه روتيتد، او ان انا اقلل واكتر الباور. في الحاله دي ان انا ممكن يعني زي دلوقتي مثلا كل اللي انا بعمله دلوقتي ان انا عادي بحرك النور كده اهو من فوق لتحت بس كده، او روتيتد يبقى مثلا حاجه زي كده، ان انا اروتيت النور فيبان لي كده، او ان انا اقفل الباور وافتحها تاني. فاهمين قصدي؟ يعني انا لو قفلت الباور وفتحتها برضو ينفع معايا. انا عايز بس الدبث اوف فيلد يكتر شويه، يبقى مثلا حاجه زي كده. وهنا بقى نجرب 50، نشوف هل 50 مثلا يبقى شكلها احسن. نمسك كاميرا فيو. انا مثلا حد حاسس ان انا ممكن اجيب فيو احسن شويه، يبقى مثلا حاجه زي كده. وبما ان انا مش محتاج الترانسبيرنسي دلوقتي، فانا ممكن اجي هنا واقفل الترانسبيرنسي، بما ان انا مش يعني مش ازمه معايا دلوقتي، يعني مش موضوع. هجرب الفوكال لينث الاقل اللي هو بيديني برسبكتيف اكتر، اللي هو ال 50. وممكن يعجبني اكتر ممكن يعجبني اقل، حسب انتوا عايزين ايه تعملوا ايه، دي حاجه ترجع لكم يعني. فانا ممكن اخليه يبقى حاجه مثلا عامله زي كده، او اجيب الازازه واجرب اروتيت الازازه شويه. مثلا اجرب اروتيت كده اروتيت كده لحد ما اوصل لحاجه عجباني. ممكن مثلا حاجه زي كده عشان التكست يبقى باين حتى على خفيف من ايه، من الجنب. لما باجي برضو بشوف الازازه نفسها تبقى فين. انا حاليا ممكن اخليها في تلت الصوره او في نص الصوره، حسب ايه التكوين المناسب. بس ما اقومش مثلا اعمل حاجه زي كده اخليها مثلا متاكله قوي، او كده اللي هو بعيده قوي. لا، يا في نص يا في تلت الصوره. انا مثلا اخترت ان أنا اخليها حاجه زي كده. ممكن ان انا زي ما اتكلمنا اروتيت الرام، او اطلعه من فوق لتحت كده. فانا في الحاله دي قررت ان انا همسك كده اللوكيشن بتاع الاوبجكت بتاعي، هنزله تحت الاول شويه كده اي، وهخلي اول مشهد خالص اللي هو اول سين عباره عن ايه، مثلا 120 ثانيه. هخلي ان هو فريم ريت بتاعي 30 فريم بير سكند، كل 30 هي ثانيه، ف 120 يعني 4 ثواني. هو مطلع الشكل كده لفوق كايه، يعني كالنور لحد ما يخلص خالص. سوري، كان المفروض انط الناحيه التانيه قبل ما اعمل حاجه زي كده. فادوس على الاخر، اخر فريم اطلع لفوق خالص وادوس اي. دلوقتي اول فريم تحت، اخر فريم فوق. فبصوا كانه بيتحرك بالمنظر ده كده. شايفين؟ ممكن بقى دي اول حاجه انا ممكن اعملها، ان انا يعني انيميت اللايت. ممكن اعمل ايه كمان؟ ممكن انيميت الازازه نفسها او انيميت الكاميرا. دي حاجه ترجع لي. في الحاله دي لو انا مثلا الازازه اقول ان انا عايزها تلف، ادوس اي مثلا، وهنا في الاخر خالص تقوم لفه على خفيف جدا مثلا كده، ونشوف ايه اللي هيحصل بالظبط. نيجي نبص، لفه خفيفه جدا اهي زي ما انتم شايفين. ممكن في حاله زي كده، بما ان احنا يعني عايزين نعمل سيف للفايل برضو كتير قوي، هتلاقي ان احيانا الاوبجكت الاساسي تقيل شويه. فممكن نعمل حاجه لطيفه قوي. ممكن نيجي هنا select hierarchy، هيختار كل حاجه parent للشكل ده. كنترول A visual geometry to mesh. ليه؟ عشان الموديفايرز ممكن يتقلوا الفايل شويه. فانا في الحاله دي خلاص انا خلصت، مش يعني ايه، مش محتاج موديفايرز دلوقتي. ممكن ارجع لها في اي وقت عشان اعمل سيف للفايل. فالشكل مثلا عمل لي المنظر ده. مش عاجبني الروتيشن،
هقفل الروتيشن ده كده، واخلي مثلا الروتيشن يبقى مختلف. بس برضو حاجة ممكن نعملها، انا لو جبت empty والempty ده خليته في نفس المكان بتاع الاوبجكت بتاعي كده، عشان اخلي حاجة نفس الروتيشن، انا بعمل ايه؟ بروح هنا على edit preferences، اختار copy attributes، copy attributes menu صح، بعد كده save. دي ادون اتكلمنا عليها قبل كده في يعني في السلسلة دي. copy location copy rotation، وهخلي الشكل الاساسي parented لايه؟ للامتي ده. ليه؟ عشان اقدر انيميت البيرنت براحتي، ما اقعدش اوجع دماغي بان انا انيميت الشكل الاساسي. البيرنت هو اللي ايه؟ بيبقى انيميت. هاجي هنا اعمل اي والف الشكل على خفيف، الشكل بتاعي هيلف كده زي ما انتم شايفين. نيجي نبص، ممكن نبص في كذا لقطة كده هنلاقيه بيعمل حاجة زي كده. ممكن اخلي ان الشكل نفسه بيفضل يعني ايه اطول هنا في اللقطة دي لو انا عايز، بس في المرحلة دي انا يعني مش متضايق قوي. ممكن اجي هنا في النص واخلي دي كده، كده احسن. عملت بس سكيلينج شوية، ابعد الكي فريمز عشان يظهر بدري ويخلص متأخر سنة، عشان يبقى عندي فترة اطول في النص، فيعمل لي حاجة زي كده. فبنحرك الازازة على خفيف، وبنحرك الايه؟ النور على خفيف. ممكن ان انا احرك الكاميرا كمان لو عايز، يعني ممكن اقوم مثلا جايب الكاميرا، بس يعني انا ما افضلش ان احنا نحرك حاجات كتير قوي كده. خلي الكاميرا مثلا تخلص على هنا، احرك كي فريم قدام شويه، وارجع ارجعها ورا شويه كده، واخليها تلف سنه كده، اي. فالكاميرا نفسها هتبقى حاجه زي كده. بس حاجه زي كده بنستخدمها لما نيجي خلاص بنبين الاوبجكت. يعني بصوا احنا شايفين الاوبجكت نوعا ما، فدي مش حاجه كويسه دلوقتي. احنا هنسيبه، هنديليت الكي فريمز، وهنسيب الايه؟ الشكل بالمنظر ده اللي هو احنا شايفينه على خفيف. لو انا عايز اديت المشهد، يعني لو انا عايز ممكن اجي هنا في كولر مانجمنت، اقلل الكونتراست شويه اهي. هي اصلا بتبقى نون، انا عاملها ميديوم هاي كونتراست، وهكتر الاكسبوجر سنه برضو لو انا عايز، فيعمل لي المنظر ده. عايز اجيب الامتي بتاعي، الامتي اللي انا بعمل بيه ديبث اوف فيلد، وهبتدي احاول اظبطه شويه، يبقى مثلا حاجه زي كده. وهكتر الاف ستوب شويه عشان حاسس ان ايه؟ يمكن بص الدبث اوف فيلد ممكن يبقى كتير شويه. لازم اقفل بس. يعني دي ادون مش مهم قوي، انا مش عايزكم تجيبوها خالص، انا عايز استخدم ايه؟ الادون العاديه، يعني الكاميرا العاديه يعني. ظبط الدبث اوف فيلد، نفتح الدبث اوف فيلد تاني اهو، بنقلل الاف ستوب شويه، وهتلاقي اللايت ماشي زي ما احنا شايفين كده. فاحنا اول مشهد كأن احنا بنعدي بالكاميرا على خفيف، بنشوف المنتج برضو على خفيف. بس دلوقتي بنلاحظ ان اللايت يمكن جامد شويه، ممكن نحاول نقلله او نحركه شويه كده، روتيت سنه كده، نكتر النور اكتر شويه، يبقى مثلا حاجه زي كده. فالنور بيطلع واحده واحده زي ما انتم شايفين. فدي اول حاجه بنعملها لو احنا عايزين نوري لايت خفيف او نظهر الايه؟ المنتج بتاعنا بشكل بسيط. دي طريقه هنعملها كذا مره في الفيديوهات اللي جايه، انا بس حبيت ان انا اوريكم اول تكنيك بنستخدمه لما نيجي نانيميت. بنانيميت النور ازاي؟ ممكن نانيميت احنا نحركه من فوق لتحت، نروتيت، او لو احنا حابين برضو ان احنا نانيميت الكاميرا. بس انا مش عايز حد يفكر دلوقتي في كاميرا انيميشن، احنا بس بنانيميت المنتج وبنانيميت النور زي ما انتم شايفين طلع لنا الشكل ده. فان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي. الكام فيديو جايين هيبقى ليه حاجات ليها علاقه بان احنا يعني بنعمل كذا سين بالمنظر ده، مش حاجه لسه بنبين فيها المنتج، احنا بنبين على خفيف جدا جدا جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو